السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب كلكم تكونوا بخير. وحشتوني جدا. حبيت ابدا معاكم كده الفيديو بالمنظر الحلو ده. على فكرة يا جماعة، الخروج بالنهار حلو جدا جدا عن خروج بالليل. بالليل متبقيش شايفة حاجة، خاصة لو رايحة مثلا تقعدي على البحر او هتقعدي مثلا على الكورنيش والحاجات دي، محتاجة جدا تقعدي عليها بالنهار. اي نعم بيكون الجو حر شوية، بس حاولي تنزلي كده في الوقت اللي هو من بعد العصر ده، بيبقى الجو كده خلاص الشمس بدأت تروح او تقل شوية حرارتها، فهيبقى الجو حلو قوي معاكي. طبعا احنا في اجازة، فكل الولاد قاعدين في البيت، خارجين من الامتحانات بقى، زهقانين وعايزين يخرجوا وعايزين يتفسحوا. ما تشيليش هم الخروجه ان الخروجه صعبه او الخروجه مثلا محتاجه مصاريف كتير. ممكن على فكره الخروجه تبقى خروجه بسيطه، تاخدي الاكل مثلا اللي هتتغدوا بيه في نفس اليوم، او مثلا الاكل بتاع الفطار بتاعكم، تعملي سندوتشات، تخرجوا تقعدوا بره مثلا على البحر، تقعدوا على الكورنيش، اسمكم غيرتوا جو، شميتوا هوا. تبقى خروجه كده بسيطه، مش لازم تبقى الخروجه حاجه كبيره. وفي نفس الوقت برضو الولاد محتاجين يغيروا جو، يتفسحوا يخرجوا. وديهم مثلا مره ملاهي، وديهم مثلا مره مكان يجروا فيه كده، مكان فاضي، مره مثلا يأجروا عجل، حاجات زي كده. محتاجين يغيروا جو بصراحه، لان ضغط الامتحانات كانت السنه دي صعبه جدا، وكمان المراحل الابتدائيه والاعداديه دي، فبصراحه الله يكون في عونهم، فمحتاجين يغيروا جو، يشموا نفسهم كده. هم على فكره صغيرين، يعني مش هيستحملوا ضغط زي الكبار، فخرجوهم كده وفكوا عن نفسهم. وكمان الامهات بتبقى طبعا مضغوطه جدا في ايام الامتحانات والمذاكره والكلام ده، فالامهات برضو محتاجه تغير جو. فخدي ولادك كده واعملي اي اكل في البيت، خديه واتغدوا بيه بره. او مثلا حطي في علب، مش عايزه تشيلي علب وتشيلي حاجات كتيره، خدي سندوتشات ما بتعملش شيله كتيره. اي سندوتشات بقى، اي حاجه كنت هتغدوا بيها في نفس اليوم، اعمليها خديها بره. بصوا بقى هنا واحنا كده قاعدين على البحر والجو جميل وتحفه، حصلت حادثه والله العظيم الواحد اتخض خضه جامده جدا. العربيه الكبيره اللي انتوا شايفينها واقفه البيضه دي، كانت ماشيه عادي جدا، وفي موتوسيكل جاي من وراها، اللي راكن دوت طبعا جاي بسرعته، فالعربيه داس فرامل فجاه، فالموتوسيكل دخل في العربيه من ورا. عايزه اقول لكم ان الازاز اللي ورا، الكنبه اللي ورا، كله اتكسر على الناس اللي كانت قاعده ورا. طبعا نزلوا من العربيه اتعوروا في ظهرهم وفي دماغهم، والازاز كله طبعا ملا هدومهم. فكان الموضوع صعب جدا. حتى الولد اللي كان راكب الموتوسيكل برضو اتعور في دماغه، لانه دخل بدماغه في الازاز اللي في بتاع العربيه. فبصراحه كان المنظر صعب جدا. وفضلوا كده شويه قاعدين بيحاولوا ان هم يفضوا نفسهم او هدومهم من الازاز. الازاز ملا هدومهم كلها. وبعدين راحوا على المستشفى بقى، فمش عارفه بصراحه ايه اللي حصل لهم، فيعني ربنا يشفي عنهم يا رب ويسترها معانا جميعا كده. هي بتبقى اقدار سبحان الله، فربنا يسترها معانا جميعا. حبيت اصور لكم بقى وقت الغروب، كان الجو تحفه، كلمه تحفه قليله عليه، والله العظيم بجد الجو جميل جدا. يعني بصوا انا قاعده على البحر ما بعملش حاجه، هي مجرد قعده البحر دي بتغير النفسيه. نسمة الهواء الحلوة اللي جاية من البحر مع ريحة اليود كده مع صوت المية والموج، بصراحة حاجة جميلة جدا. خلصت القعدة الحلوة دي، وتاني يوم بقى كان في واحدة كده حبيبتي عزيزة عليا، كانت شافت الفيديو اللي انا كنت عاملة فيه الكيكة لصاحبتي ساعة عيد ميلادها. فكانت هي جايه لي اصلا البيت، جايه لي زياره البيت، فطلبت مني، هي طلبت مني، قالت لي انا عايزه من الكيكه اللي انت كنت عاملاها لصاحبتك وشفتها في الفيديو. فقلت لها طبعا طلباتك اوامر، عينيا حاضر اعمل لك اللي انت عايزاه. فقمت كده عملت الكيكه دي. على فكره انا عملت الكيكه دي الصبح، يعني انا قمت عملتها لان انا بحب الكيكه اعملها وادخلها التلاجة شويه، مش بحب ان انا اعملها وتتاكل في نفس الوقت. فقلت كده اعملها، هي اصلا كانت جايه لي بالليل، فقلت هعملها وادخلها التلاجة براحتها ونتغدى وكل حاجه تبقى تمام، على ما هي تيجي بالليل بقى تبقى هي الكيكه ساقعه كده وحلوه وبتبقى منعشه كده. طبعا انا عملتها معاكم كذا مره، فالطريقه بتاعتها خلاص بقت معروفه، واللي حابب برضو يشوف الفيديو بتاعها هي موجود على القناه. انا بعمل كده الكيكه نفسها، وزي ما انتم شفتوا كانت طالعه من الفرن. سبتها تبرد براحتها خالص، مش بحط الصوص الشوكولاته عليها وهي سخنه عشان ما يشربوش وينزل جوه، لا، انا بستنى تبرد خالص براحتها، وبعدين بحط عليها صوص الشوكولاته اللي انا بكون عاملاه في اول الكيكه. وازينها باي حاجه عندي بقى، الشوكولاته الصغيره دي عندي، شوكو بوم عندي، اللي هي شوكولاته شيبس سواء اسود او ابيض، شوكولاته بيضاء او سودا، ممكن باكو شوكولاته تبشريه بالمبشره، اي حاجه زيني بيها. اللي هو انت بتعملي الحاجه بحب، يعني انت لو عارفه شغلت دماغك عشان تعملي حاجه وانت حابه ان انت تعمليها، هتلاقي نفسك طلعتيها احلى ما كنت تتخيلي اصلا. ممكن قطع فاكهه صغيره كده تقطعيها عليها، ممكن عندك كيس كريم شانتيه تعمليها بيها تزيني بيها. يعني اي حاجه زيني عندك موجوده هتبقى حلوه قوي معاكي. ما دام انت عامله حاجه وانت حابه انك تعمليها، عاملاها بنفس يعني راضيه، هتلاقي الحاجه طلعت تحفه اصلا من ايدك. ودايما كده وانت بتعملي اي حاجه، سواء بقى اكل في البيت، حلويات، اي حاجه،
سمي الله وسبحي عليه، هتلاقي الاكل والله العظيم ليه طعم كده مميز جدا وتحفه، تحس انه اكل مسكر. اي حاجه بقى. المهم خلصت الكيكه وزينتها وكل حاجه تمام، دخلتها التلاجة، طبعا غطيتها كويس عشان ما تلقطش اي ريحه من التلاجة، ودخلتها تقعد كده كام ساعه براحتها بقى لحد بالليل. اليوم ده بقى كنا هنتغدى كده غدا بسيط، هنتغدى رنجة، لان انا ما حبيتش اضيع بقى وقتي واتعب نفسي في وقت المطبخ كتير، لا انا كنت عايزه ان انا ابقى اليوم ده مرتاحه، بحيث ان هي لما تجيلي بالليل ابقى انا مش تعبانه طول اليوم، اقعد معاها براحتي بقى ونسهر مع بعض وكده، فاكون انا جسمانيا مش تعبانه. المهم طبعا زي ما انتم شايفين ان انا الرنجه بشويها كده في صينيه، في طاسه، في اي حاجه، بحيث ان انا موسخش البوتاجاز. باحط كده الصينية على النار تسخن وبانزل عليها بالرنجة، مش باقلب بقى الرنجة غير لما الاقي الجلد بتاعها كده بدأ ان هو يتقشر، بحيث ان هي كده خلاص بدأت ان هي تتشوي، واللحم نفسه ياخد كده ريحة شوي. فاهمين قصدي؟ يعني مش بشيلها اول ما الجلد يتشال، لا بسيبها شوية اللحم بس نفسه يتشوي كده. وبعدين بقى بنضفها التنظيفة العادية، انا مش من الناس اللي بحب احط الرنجة كده وناكل منها زي السمك، لا لازم انضفها كويس جدا واطلع منها كل الشوك، بحيث ان تاكلي على طول اكنك بتاكلي تونة. وبحط عليها بقى زيت وشطة، وطبعا طحينة وليمون اهم حاجة، وتبقى الاكلة تحفة جدا، طبعا يكون جنبها بصل. هنا بقى كنا بالليل وكانت حبيبتي شرفتني. ده كده اول ما جت قطعت لها كده قطعه من الكيك، وحطيت لها كمان جنبها حاجه ساعه بيبسي كده ترطب على نفسها، الجو حر وبتكون حلوه قوي مع الكيك. ده اول ما جت. بعد ما قعدنا شويه بقى وخدنا كده السهره مع بعض، في الاخر بقى اكلنا من الكيكه تاني، عجبتها جدا. وعملنا بقى جنبها شاي بلبن، هي قالت لي لا، اعملي لي بقى شاي بلبن كده مع الكيكه الحلوه دي، وبصراحه هي عجبتها جدا. قعدت اتحايل عليها تاخد باقي الصينيه وهي ماشيه، قلت لها خلاص خدي الباقي ده افطري بيه الصبح، ما رضيتش ابدا، قالت لي لا خلاص تمام كده، فان شاء الله المره الجايه هعمل لها صينيه مخصوص تاخدها معايا وهي ماشيه. تاني يوم الصبح بقى كنت عندي مشوار كده، وانا راجعه لقيت الخضري كده شكله لسه جايب خضار كده طازه ما شاء الله، فقلت اجيب كده شويه خضار منه ينفعوا، الخضار الصيفي حلو جدا وفيه تنوع كده، فالخضار بينفع أوي في التلاجة دي بقى لاطفالك الفتره الاجازه دي. وهم قاعدين كده بالنهار، ادي مثلا خياره، جزرايه، طماطمايه. الخضار حلو جدا على فكره ومفيد قوي، الاطفال ما بتحبش الخيار يعني حاولوا معاهم، قطعيه كده بشكل حلو، اعملي منه اشكال، حطي مثلا في اطباق ملونه، بحيث ان الاطفال تاكل خضار، الخضار بصراحه حلو جدا. فانا جبت خيار وجبت جزر وجبت جرجير. الجرجير يا جماعة مهم جدا جدا عشان الشعر والحاجات دي والبشرة كمان، فلو عندك كده بنوتات صغيرين عايزة تهتمي بشعرهم اكلهم جرجير حلو قوي. البطاطس كمان اللي هي فيها نقطة حمرا دي قلت لكم عليها كذا مرة، حلوة جدا 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 في التحمير، بصراحة جميلة. وجبت البصل ده، كان الراجل اللي ما كانش عنده بصل غير اللي هو بالعروش ده، فجبت تمام منه ان هو البصل صراحة كان حلو، بصل كده طازة. نزلت بقى كان عندي مشوار كده تاني لازم اعمله بالليل، الحته دي عند كوبري ستانلي، اكيد طبعا من اسكندريه يبقى عارفها، كده على الشمال ده كوبري ستانلي. وكنت ماشيه في الحته دي وهطلع اركب كده من قدام شويه، فقلت اصور لكم كده المكان ده، لان صراحه انا بعشق المنطقه اللي عند كوبري ستانلي دي، وكمان قدام شويه ناحية البحر كده، ناحية كوستا كوفي. المنطقة دي تحفة جدا جدا بالليل، بعشقها كده، والأنوار هناك ما شاء الله كتيرة جدا، وبتبقى منورة كده في المية، بصراحة المنظر جميل جدا. فبحب أروح أقف هناك كده شوية، مش عارفة بحس براحة نفسية. انتوا لو لاحظتوا ان في اماكن كده معينة هتحسوا فيها براحة نفسية، الاماكن دي روحوها كتير وشوفوها كتير عشان نفسيتكم تبقى احسن. بس كده الفيديو بتاعي خلص، يا رب يكون عجبكم واستمتعتوا معايا النهاردة. ما تنسوش اللايك واشتراك في القناة وتعليق حلو زيكم. مع الف سلامة حبايب قلبي في حفظ الله.